هناك قنوات تلفزيونيه تشتغل ما عندهاش اعتماد قراصنه. ولكن خلينا مادام ما تجاوزتش الخطوط الحمراء ما نهضروش. وزير في حكومه، وزير في جمهوريه يتكلم يلجا الى الخطوط الحمراء، ما نعرفش شكون رسم الخطوط الحمراء، وبعد يتفكر كاين القانون، ولكن القانون علاش ما طبقتوش من البدايه؟ وحتى القانون هذا. والمشكل الكبير اللي تنطرح، هل لما يكون توجيه سياسي هل القضاء يمكن ان يتخذ القرار بكل استقلاليه؟ حسن نحي القضاء. هذا السيد اللي تكلم عليه كان في المغرب نهار كان ماتوا صحفيين، 100 صحفي. النقطة الثانية، أعلن قبل 3 ماي بأنه سيعطي 12 تصريح، اسمح لي، المؤسسات كلها 46 تلفزيون، هذه مؤسسات أجنبية في الجزائر. إذا ما عندناش مؤسسة ولا عندنا جريدة ولا مؤسسة مطابقة للقانون. إذا يفترض الجهة هذه، أنا ما نظنش وزير يجي هدفه فقط إعطاء بطاقات، لا عيب. ربما السؤال اليوم اكثر منه مطروح، ليس المهم اين كان يعني قبل 20 سنه و30 سنه. لا مهم، لا مهم، اسمح لي، عندما يموت صحافي، انا راني استاذ نتكلم على صحافيين عندي يقدم دروس في الوطنيه للصحفيين، يقول بلي الصحفيين ما يدافعوش على البلاد. مهم اننا نقولوا وين كان سيدو، لو هو ما طرحش هذا الموضوع تاع ما طرحش مشكل تاع الصحفيين، ما قاعدش يقيس لنا يعني البارومتر تاع الوطنيه تاعنا طالع ولا هبط، ما تكلموش على الماضي تاعو، ولكن ما دام هو حاكم البارومتر ويقيس الصحفيين شكون اللي عنده وطنيه وشكون اللي ما عندوش، اسمه والله نهضروا على تاريخ تاع كل واحد. ربما السؤال ايضا مكانه الخبر اليوم. الشركه 2 مليار ذكر عليه متفق. يدخل يشد التليفون، يهز التليفون، يعيط لرؤساء التحرير يقول لهم علاش كتبت المقال هذا، ما يخدمش المؤسسه الشركه اللي نخدم بها، شركه اجنبيه مش جزائريه. الشخص هذا اللي ما يمد الدروس في الوطنيه والدروس في الاخلاقيات المهنه. عندنا زملاء صحفيين في المغرب كانوا يحكيوا لنا واش كان يكتب في لافي ايكونوميك في المغرب اللي قريبه جدا من القصر الملكي، مموله من طرف المخزن، نعرفوا التوجه تاعها. ما يقدرش يجي اليوم يكون يحترم شويه المنصب تاعو، يكون يحترم شويه الصحفيين اللي ضحاوا من اجل حريه التعبير، من اجل الحريات اللي ما هربوش وجهه، والخبر دفعت ثمن. ربما كان عشرات الجرائد حمزه، كان عشرات الجرائد اللي تاخذ الاشهار اللي يتكلم عليه. لا ربما هنا هو سؤال، ما تخرجش من المطابع، هذه الجرائد خلق